معاها إنها عاوزة ترجع وعدم ارتياح في الجهاز الهضمي من عند المعدة لفوق. والشعور بالغثيان بيحصل بسبب التغيرات الهرمونية اللي بتحصل في جسم المرأة خلال فترة الحمل. بتزداد كمية الهرمونات خصوصا هرمون البروجسترون اللي بيأثر على الجهاز الهضمي ويبطئ حركته، فبيحصل لها الغثيان والتقيؤ. كمان بيحصل بسبب تأثير الهرمونات على المركز الدماغي المسؤول عن التوازن والتنظيم الغذائي. وعلى الرغم إن هو عرض غير مريح للحامل لكنه مش خطر على الجنين ومش بيأثر على حياة الجنين. ويمكن إن احنا نقلل الشعور بيه من خلال تناول وجبات صغيرة ومتكررة على مدار اليوم بدل من وجبات كبيرة مرة واحدة. تاكل أطعمة خفيفة سهلة الهضم زي الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة واللحوم المسلوقة، وبتبتعد عن الأطعمة اللي بتسبب الغثيان وتهيج المعدة زي الأطعمة الدهنية والحارة والمأكولات السريعة، وتتجنب الروائح القوية اللي بتزود الإحساس بالغثيان زي روائح الأكل والعطور والمنظفات. وفي مشروب كده اسمه الزنجبيل أو الجنزبيل على حسب ما بتسموه، ليه مفعول كويس في تقليل الإحساس بالغثيان. ولو حسيت إن الموضوع زيادة قوي يفضل تستشيري طبيب النساء في إنه يوصف لك بعض